جميعنا نسعى لبناء شركة ذات منظومة ربحية عالية، ولكن معظمنا أحياناً يكون غير قادر على زيادة أرباح شركته بشكل مستمر، وهذا ما قد يدفعنا للجوء لتقنيات مختلفة لزيادة معدل الأرباح لدينا، أبرزها تقنية الذكاء الاصطناعي. ولكن هل تعتقد أن هناك طرقاً علمية لزيادة الأرباح من خلال الذكاء الاصطناعي؟ دعنا نتعرف على أهم 5 طرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل زيادة أرباح الشركات. أولاً، أنظمة الاقتراح، حيث تعتمد تلك الأنظمة على توفير أفضل الخيارات للمستهلك من أجل تحقيق هدف معين. مثلاً، لزيادة نسبة الشراء في مواقع البيع كأمازون، تقوم خوارزميات أمازون بعرض المنتجات التي ستزيد من احتمال الشراء لذلك المستخدم بناءً على تاريخه الشرائي، وبالتالي زيادة الأرباح. ثانياً، الأتمتة، تكمن فائدة الأتمتة في تقليل عدد الموظفين وتقليل العامل البشري في الإنتاج وزيادة الكفاءة، وبالتالي تقليل التكاليف، حيث تعد شركات النقل مثل فيديكس من أكثر المهتمين بالشاحنات الكهربائية لأتمتة التوصيل، وبالتالي خفض التكاليف والتفوق على المنافسين طبعاً. ثالثاً، التنبؤ بالاحتياجات والمدفوعات، مما يمكن الشركات الكبرى التي تملك رصيداً من البيانات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتوقع الأرباح، المدفوعات، المصاريف والحاجة المستقبلية، مما سيساعدها على تقليل الفائض وزيادة الكفاءة، تتبعها زيادة الأرباح. رابعاً، تقليل الخطأ البشري في اتخاذ القرار، حيث أنه كثير من الأحيان يكون لدى المدراء التنفيذيين رغبات خاصة تتعارض مع مصلحة الشركة للأسف، ولكن جاءت تقنية الذكاء الاصطناعي من أجل اتخاذ بعض القرارات المصيرية، مما سيقلل الاعتماد على المدير التنفيذي، وبالتالي تقليل الخطأ البشري. خامساً وأخيراً، صناعة المحتوى. لم تصل تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد لصناعة محتوى كامل، لكن تقنيات الشبكة التوليدية GANS لها قابلية كبيرة في المستقبل لأتمتة صناعة الصور والفن بشكل أو بآخر. فميزة الذكاء الاصطناعي أنه لا يعمل بالمزاج، والنتيجة تتبع البيانات ولا تتغير أبداً بتغير الأحوال.